الأهالي في منطقة حلوان دي في محافظة القاهرة لقوا جزء من جثة، مش عارفين بتاع مين. بعد أيام لقوا بقية الجثة في مكان تاني. الشرطة بدأت تبحث في البلاغات اللي هي مقدمينها الناس عن اختفاء أهاليهم، فلقوا في بلاغ مواصفات الناس المختفية فيه قريبة قوي من الراجل اللي هم وجدوه، وهو إن في واحد اسمه عبد العظيم تغيب عن أهله في القليوبية. هو راجل فوق ال60 وخرج وكان في زيارة ورجعش لأهله. المواصفات فعلا بتنطبق على الجثة دي. بعد سؤال الأهل وبعد ما شافوا الجثة وتعرفوا عليها بدأ البحث عن مين اللي عمل فيها كده. الزوجة قالت إن أنا كنت هروح عند أهلي أي يومين، وهو جوزي قال لي أنا هروح أقضي يومين عند صديقي في حلوان. صديقك مين؟ صديقي ما تعرفهوش. وقالت أنا رحت لأهلي وهو ما رجعش من ساعتها، وبلغنا إن هو ما رجعش. بدأ البحث في الكاميرات المراقبة. بعد ما فحصوا 90 كاميرا أو أكتر لقوا إن في 2 بيرموا أكياس، والأكياس دي هي اللي كان فيها الجثة اللي هم وجدوها. مين ال2 دول؟ محدش عارف. بفحص التليفون بتاع الراجل المتوفي، طبعا في الخط بتاع اتصالات، وجدوا إن هو كان فيه مكالمة دايما بيعملها مع واحدة، والمكالمة بتبقى طويلة وكلمها كتير في الفترة الأخيرة. الست دي مين؟ اسمها عبير. قدروا يوصلوا لعبير وبسؤالها على أساس إن هم يوصلوا منها لأي معلومة تفيدهم للوصول إلى القاتل. فأول حاجة بيسألوها أنت شفتي عبد العظيم إمتى؟ قالت الحاج عبد العظيم الله يرحمه هو احنا قرايب صحيح، بس أنا ما شفتوش من زمان ولا أعرف عنه حاجة. قالوا لها يعني ما كانش بيكلمك؟ قالت لا، ما فيش حاجة بينا أصلا عشان يكلمني، احنا قرايب بس احنا بعاد عن بعض من زمان، وانا عرفت انه مات الله يرحمه. ومن هنا عبير بدأت تحط كل الشبهة ضدها هي، ومن هنا بدأ البحث حوالين عبير وعلاقتها بالجثة اللي اترمت. ولما رجعوا للكاميرات لقوا ان الجثة اللي كان بيرميها عبير ومعاها شخص كمان. وبعد تدقيق والضغط على عبير وبسؤالها قدرت تقول الحقيقة، وهي إن عبد العظيم كان خرج على المعاش ومع مبلغ كبير وكان بيغريها بالمال، فكانت بتعمل معاه علاقة على التليفون عن طريق النت بيتسلوا. وجي في يوم طلب منها يعمل علاقة معاها طبيعية، وهنا هي رفضت وعملت فيها شريفة. ضغط عليها وهددها إنه مسجل لها بالفيديو وصور، ويا إما هفضحك. خافت عبير إنها تتفضح قدام جوزها، فقالت طب ما اسبق أنا وأعرفه. وراحت بكلمه وقايله له إن أنا كنت بعمل علاقة مع واحد، بس والله لا لمسني ولا شافني، على الطبيعي، بس هو كان في الموبايل ودلوقتي بيهددني وعايزني أعمل معاه علاقة طبيعية. الزوج اتصدم وقال لها طيب ماشي، عايزين أسامحك؟ أنا عايزة أتأكد من اللي أنت بتقوليه ده كله صحيح. خليه يجي الشقة وأنا غايب ويعملي معاه علاقة قدامي، وقولوا له إن أنا مش موجود، ولا ده لو حصل أنا هسامحك. الست صدقت أو عملت مصدقة، وقامت متصلة عبد العظيم وقالت له تعالى ده جوزي مسافر، تعالى الشقة هنعمل اللي احنا عايزينه في الشقة دي. الراجل ما صدق، الكبير في السن اللي فوق ال60 جري على شقة البنت أو الست عشان يعمل معها العلاقة. وهناك كان الزوج مستنيه محضر المنشار ومجهز سكينة وظبط الراجل وخلى أجزاء وكيسه في أكياس وبقى جاهز للتوزيع. من هنا المحكمة حكمت بالإعدام على عبير، والحكم 3 سنين على الزوج، لأنهم اعتبروها جريمة شرف، إن الراجل دخل شقة الراجل في غيابه لممارسة الجنس علاقة مع زوجته، فهو وجدوا في هذه العلاقة فقتلوه بسبب جريمة الشرف. وجريمة الشرف عقوبتها 3 سنين سجن مشدد. نمشي عدل عشان يبقى ربنا كرمنا بحسن الختام، لأن أنت عملك طول عمرك بيبان بختمتك. لما ربنا يكشف سترك وتبقى خاتمتك بالمنظر ده يبقى أنت كنت طول عمرك عوج، وكانت دي نهايتك. وربنا يحسن ختامنا جميعا.